وهكذا الوالد كذلك يجب أن يقابل إحسانه بالإحسان ولا يقابل إحسانه بالكفران عياذا بالله من ذلك. وقصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك تعلمونها، جاء يشتكي أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منه ماله، فقال سله يا رسول الله فيما أنفقته؟ إنما أنفقته على عماته وأخواته، يعني من بنات هذا الرجل أخوات الإنسان هذا. قلت يد الوالد فأخذ من مال بنيه فتبلغ به في أداء حق بناته وأخواته اللاتي هن أخوات هذا الرجل وعمات هذا الرجل. ما أخذته لأتكثر به أو أفسده عليه، إنما أخذته لأداء شيء من الحقوق علي لهؤلاء المحتاجين إليه. جاء عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعك من هذا وأخبرنا بشيء قلته في نفسك ما تحركت به لسانك. فقال أشهد أنك رسول الله، والله لقد زورت قولا في نفسي ما تحركت به لساني. فقال ما قلت؟ فقال الأبيات التي تعرفونها جميعا. فحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، غدوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة مستك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروح دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم نرع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، تراه معدا للجواب كأنما برد على أهل الصواب موكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فالبر إلى هذين الشخصين إلى الوالد والوالدة أمر الله به وعظمه غاية التعظيم، وجعله من أسباب الخسارة، من أسباب النعمة العظيمة ألا وهي دخول الجنة، أو النقمة الكبيرة العظيمة ألا